يا مساء الانوار، النهارده جايين نشرح داله سم افس او زي ما بحب اسميها داله مدام عفاف اللي في الدور التاني، عشان مش بتخلص وتعدي اي حاجه وخلاص. لا يا معلم، دي الداله اللي بتجمع مش بشرط ولا اتنين، لا عد زي ما انت عايز، وكمان مش اي شروط على مزاجك انت. من غير كلام كتير تعالى معايا كده. تعال بص الجدول الجميل ده، عايزين نجمع بس مش كده وخلاص، بشروطنا يا معلم. زي مثلا الشروط اللي هتكون معانا دي، خلي بالك الدروب داون دي شرحناها الدرس اللي فات. فانا هنا هقول له اجمع لي بشرط الفرع يبقى القاهره، والشرط التاني يا سيدي ان الصنف يبقى هاتف محمول مثلا. واجي هنا تعالى نكتب المعادله بتاعتنا، اقول له بيساوي واكتب له صم افس المعادله، تك عليها مرتين. اول حاجه بيقولها لنا انا عايز السم رينج، يعني انا هجمع لك ايه؟ اقول له اجمع لي المبيعات. بعد كده هيقول لي انا عايز كريتيريا رينج 1، يعني المجال او العمود اللي فيه الشرط الاولاني، العمود كله على بعض الرينج بتاعه ايه. فانا هقول له الشرط الاولاني بتاعي الرينج بتاعه اهو. بعد كده بيقول لي انا عايز الكريتيريا بتاعتك هي ايه، فهقول له المكان اللي انا عامل فيه الدروب داون. بعد كده هيقول لي انا عايز كريتيريا رينج 2 اللي هو المجال اللي فيه الشرط الثاني، علم له عليه. بعد كده بيقول لي انا عايز كريتيريا 2 اللي هو الشرط الثاني. هقف في اي خليه من تحت كده عشان مش هعرف اقف على الخليه عشان المعادله كاتبه عليها، واطلع بالاسهم هجيب له الخليه واقول له انتر، هيطلع لي المجموع بتاع المبيعات. لو حبينا نغير في الشروط الاقي ان المجموع اتغير. طب هو هنا مديني زيرو، لان انا لو بصيت في الجيزه مش هلاقي غير ثلاجه او غساله، مش محتاجه حاجه يعني. طب تعالى نجيب ثلاجه مثلا اللي في الجيزه، فجاب لك المجموع بتاعها اللي هو ده. وهكذا وقت ما هتلعب الكريتيريا بتاعتك زي ما هو ما هيجيب لك، حتى لو غيرت الفرع برضه هتلاقيه بيتكيف معاك على حسب الحاجه اللي انت عاملها. ودي طريقه نعمل بيها المعادله. في عندنا طريقه ثانيه ودي طريقه اسهل وانا بفضلها. نمسح المعادله ونكتبها من اول، تطلع لي المعادله، وبدل ما ابتدي اكتبها عن طريق السطر دوت انا ممكن افتح المعادله من علامه الاف اكس زي ما اتعودنا. هيطلع لي البوكس الحواري دوت اللي مطلوب فيه الحاجات اللي انا هطبقها عشان المعادله تكمل معايا. فهنا زي ما شفنا الاول السم رينج بتاعي اقول له اجمع لي المبيعات، كريتيريا رينج 1 اقول له هي عباره عن الفروع، كريتيريا 1 هقول له والله انا محدده في الخليه ديت، هقول له كريتيريا رينج 2 المجال اللي فيه الشرط الثاني هو الاصناف، الشرط الثاني وهو عباره عن الصنف اللي انا حاطه في المكان ده، وهقول له اوكي. هلاقيه برده خلال المعادله تمام. طب لو انا مسحت دول الاقيه مديني 6، ولو رجعت تاني طبقتهم هيطلع لي الناتج بتاعي. فالخلاصه يا سيدي، عايز تجمع بس بشروط استخدم سم افس، عشان المعادله دي مش اي حد بيخش في حسابات، لازم يتطبق عليه الشروط والاحكام. قول لنا انت بقى في التعليقات المعادله دي بتفكرك بايه، وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، واستنانا في فيديوهات تانيه. سلام.